فوز الزمالك على انبي 3-0. الحمد لله على الفوز باقدام الاسطوره عبد الله السعيد والاسطوره ناصر منسي. تعالوا يا جماعه نشوف انا قلت ايه قبل ماتش الزمالك وانبي بيوم واحد بس. العرضيات هي نقطه الضعف الاولى في انبي، بناء عليه ناصر منسي مفترض يتالق. زي ما شفتوا يا جماعه الحمد لله ربنا وفقني، قلت لك الهدف بالظبط. وعلى فكره الهدف الثاني ده هدف حاسم ومهم جدا، لان الجون الاولاني ده جون ما يخلكش انت تفوز بالمباراه، لا عادي ممكن انبي يسجل في اي، ممكن يجي له ضربه جزاء في اخر دقيقه يبقى تعادل. الجون ده قتل الماتش، خلص على انبي تماما. قلت لك ان في مشاكل في العرضيه عند انبي، قلت لك ناصر منسي ده ماتش ناصر منسي، وناصر منسي سهل يسجل فيه. العرضيه الوحيده اللي وصلت لناصر منسي سجل منها، قبل كده ما وصلتش اي عرضيه. دي العرضيه الاولى والوحيده اللي جت لناصر منسي، وجهها بدماغه بشكل ممتاز وسجل. عظمه. وانا قلت لك ده بفضل الله قبل ماتش بيوم، امبارح الساعه 9:30 عرضيه وهتتلعب ازاي، وناصر منسي وعندهم مشكله في العرضيات. هو ده الكلام، العرضيه اللي وصلت صح سجلنا منها الحمد لله. نبدا بقى في تحليل الماتش. الزمالك بدا الماتش 3-4-3. حراسه مرمى محمد عواد، خط دفاع صلاح الدين مصدق الرائع، وحسام عبد المجيد والونش. نص الملعب دونجا وناصر ماهر وينج باك يمين، وعمر جابر وينج باك شمال، بنتايك قدام ناحيه اليمين المصاب للاسف الجفالي، وناحيه الشمال شلبي، والمهاجم الاسطوره ناصر منسي. في فيديو ما قبل قلت لك تشكيله 4-2-3-1، قلت لك اللعيبه، قلت لك الكثافه العدديه والعرضات وكل ده. بيسيرو بدا بالنسبه لنا بشكل غريب جدا. ليه بقى؟ الزمالك النهارده كان بيلعب امبي، سيبك بقى من امبي بيلعب تحت الكوره والكلام ده، مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه اطلاقا. امبي بيلعب، انا قلت لك امبارح بيلعب 5-4-1. معنى كده يا جماعه ان عنده 2 لعيبه بس في نص الملعب، طبعا 2 وينج باكس و2 في نص الملعب. فانا لما العب بدونجا وناصر ماهر انا كده ما استفدتش حاجه. ليه؟ مدرب انبي مسك الاثنين دول خلاص. دي المشكله الكبيره اللي لعبت نادي الزمالك، ان انا مش عامل كثافه في نص الملعب ولا عامل كثافه جوه ال 18. الوحيد اللي جوه ال 18 هو ناصر منسي، بقيه اللعيبه كلهم بيلعبوا على الخط، اذا كان الجفالي او شلبي او اي حد موجود في الفرقه، ما فيش حد بيضم لجوه ال 18. ده اولا. ثانيا ناصر ماهر مش نوعيه اللعيبه اللي يلعب 8 نلعب جنب دونجا، مستحيل يعملها دي، مستحيل. ده دور اكتر عبد الله وتزق ناصر ماهر قدام. ده انا قلته امبارح، قلت لك ان انا عايز كمان ان احنا نلعب على حته التسديد من بره. قلت لك دي ان في مشكله كبيره، ان هم بيلعبوا 5-4-1 يا جماعه، ففي مشكله في قلب الملعب نفسه. يا اما اعمل كثافه جوه ال 18 يا اما اعمل كثافه بره ال 18. انا لا عملت ده ولا عملت ده. برضو انا ليه العب ب3 مدافعين قدام امبي؟ ده خطا بيسيرو يا جماعه. عشان كده الشوط الاولاني كان شوط عقيم جدا. ليه العب ب3 مدافعين قدام امبي؟ ليه؟ انا خايف من ايه؟ هل امبي، اقول لك على حاجه، لو امبي فريق قوي في الهجمات المرتده انا بقول لك اهو العب ب3 ما عنديش مشكله. تقول لي ده شو حتى لو فريق في المركز الاخير ما عنديش مشكله عادي، قصه مش مركز اخير ولا عادي. انبي ده تعادل مع الاهلي وكان هيكسب الاهلي، الناس بس نسيت. انبي كان هيك لو كالوشا جاب ضربه الجزاء في اخر الدقيقه كان 1-0 لانبي، المباراه انتهت لانبي. والاهلي كان بيلعب بالفول تيم من الحارس للمهاجم، مفيش اي غيابات كانت الاهلي في الماتش ده، كل اللعيبه كانت بتلعب. مش كان لعيبه 3 في خط الظهر وقدام بجرب، يعني مثلا زيزو غايب من عندي، شلبي طبعا لا حول ولا قوه الا بالله. نص ملعب تركيبته غلط، تركيبه دونجا مع ناصر ماهر تركيبه خاطئه. دونجا يلعب جنبه عبد الله، عبد الله بيعرف يمشي الملعب، لعيب اسطوره قائد في نص الملعب، يقدر ان هو يمشي الكره لقدام افضل من ناصر ماهر قدام، يبقى هو اللي رقم 10 وتحته عبد الله. ده انا ياما قلته، فدي كانت المشكله في الشوط الاولاني. انا لا عامل كثافه جوه ال 18 ولا خلي بالك انا ماسك كوره، انا استحوذت 80% فرحتي، مفيش تاثير ايجابي. بصوا يا جماعه الاستحواذ ده، هل الاستحواذ ده بس هدف ولا وسيله؟ يعني انا هدفي الاستحواذ ولا الاستحواذ ده وسيله عشان اسجل؟ لا اكيد الاستحواذ ده وسيله عشان اسجل. فانا اسجل ازاي وانا بره ال 18 2 لعيبه مننا نص ملعب على 2 لعيبه منهم ماسكيننا خلاص، عطلت مش عارف اعمل اي حاجه. زي ما قلت لك كمان ارضيه الملعب سيئه جدا، وانا بلعب ب3 في خط الظهر، حاجه انا بقول لك بوجهه نظر انا بيسيرو بدا المباراه بشكل خاطئ مليار في المية. دليل على كلامي ان بيسيرو غير بين الشوطين وطلع اعتقد حسام عبد المجيد اعتقد اتصاب يعني، ونزل عبد الله سعيد، دي تغييره صحيحه مليار في المية. برده بيسيرو عمل حاجه غريبه جدا في الماتش، حاجه مش فاهمها. لما طلع الجفالي نزل محمد حمدي، ماشي، هو بصراحه ما عندوش حد على الدكه، ماشي امشي معاك لغايه الاخر مفيش مشكله. لعبوا ناحيه اليمين مش الشمال، طب بدات بناحيه الشمال، يبقى كده حمدي وبنتاك 2 بيلعبوا برجلهم الشمال ناحيه الشمال، يبقى كده شغال ايه يا عم؟ ده تقول لي دلوقتي ما انا عايز العب عرضيات حلوه معاك في دي، هل حمدي عرضياته كويسه اللي جابها؟ لا ده اولا. ثانيا هل انت عامل كثافه جوه ال 18 عشان العب عرضيه؟ لا انت مش عامل كثافه جوه ال 18، فدي المشكله الكبيره اللي انا بكلمك فيها. كان لازم حمدي لما ينزل يلعب هو يمين وافضل شلبي زي ما هو، ما بوصي مركزين. شلبي اصلا كارثه ناحيه الشمال، هو مركزه اللي بيلعب فيه من هو صغير، لما راح يمين غلطه خربت. يعني شلبي لما راح يمين ولا قرار صح، بالعكس ده كان خطر علينا احنا. يعني هو كده شمال خطر، بس كان ناحيه يمين خطر جدا جدا جدا، خطر اس 2 ناحيه اليمين، مش عارف يرفع عرضيه ولا عارف يجرع، قافل على عمر جابر باك طبيعي بقى على الخط عايز يرفع، هو قافل عليه. فالحته الوحيده اللي انا برفع منها مفيش، فدي كانت برده انا مش فاهمه، فانا قفلت على الناحيه دي خالص. ففي ناحيتي كنت لازم العب حمدي ناحيه اليمين عشان هو اشول، يضم لجوه، يشوط، يعمل اي حاجه.
ودي برده كانت غريبه من بيسيرو. ودل على كلامي ان الشوط الثاني، اسمع دي، الشوط الثاني خلى حمدي هو اللي وينج يمين ورجع شلبي تاني وينج شمال. وهو كان عارف ان هو خطا في الشوط الاولاني في كل حاجه، في التشكيله، في التكتيك نفسه. فده انا مش قادر افهم انبي بيلعب ازاي، مش عارف ليه بصراحه. انا مبين قوي الثغره في نص الملعب، ثغره العرضيات باينه، وانا اتكلمت فيها امبارح قبل الماتش. فالتغييره كانت صحيحه مليار في الميه، ظبطت الملعب، خلت عبد الله 8 جنب دونجا، وخلت ناصر ماهر في مكانه الطبيعي رقم 10. انا كده استفدت، يبقى كل لاعب في مركزه، اللي يأدي بقى يأدي. شلبي في مركزه، سيبك من هو مش هيأدي في مركزه. محمد حمدي انا مضطر العبه يمين، فخلاص ماشي هلعبه يمين على الاشول، ممكن يخش لجوه يشوط، يعمل اي حاجه على الاقل تبقى على عدلته، يخش لجوه خلاص كده. كل لعيب على عدلته، ما بقتش بدافع قوي خلاص بقى، بلعب في خط الظهر باربعه، 2 سنتر باكين وباكين، خلاص كده 100 100. فزقيت عبد الله، فانا كده بلعب صح مليار في الميه. اول ما الزمالك لعب 4-2-3-1 سجلنا 3 اهداف. انا بقول لك اهو، لو كنا في الماتش ده بالذات كملنا 3-4-3 بالشكل ده ما كناش هنسجل ولا هدف. حتى ضربه الجزاء لو كانت دخلت كانت هتضيع، انا كانت هتضيع هي كده قفله خالص. ففي ماتشات معينه مش عيب انت كمدير فني تغير طريقتك، ده الطبيعي والمنطقي. في ماتشات هتحتاج في 4-3-3، في ماتشات هتحتاج 3-4-3، في ماتشات زي الاهلي ممكن تحتاج 3-5-2 عادي. ممكن ماتشات كتير تحتاج فيها في طرق معينه عادي. المهم انا بعرف الفريق اللي قدامي ايه. انبي من اقل الفرق اللي في الدوري اللي بتسجل من لعب مفتوح، يمكن اقل فريق في الدوري سجل من لعب مفتوح، يمكن هدفين تقريبا او 3 طول الدوري، رقم قليل قوي يا جماعه. فالمنطقه ان انا ما اخافش من المرتدات وما اخافش من كده، خلاص ماشي. هو ممكن يكون خد الحذر بتاعه، ولكن صلح غلطته، وده الصح. نزل كل لاعب مكانه ورجع كل لاعب على عدلته. جرب حمدي وينج رايت، خلاص مضطرين نلعب بيه في الماتش ده، فخلاص. ورجعت شلبي مكانه، خلاص كده بقت كل لاعب في مكانه، وهو ده الصح. طبعا عبد الله سجل الهدف الاول والثالث، وناصر منسي الاسطوره. على فكره يا جماعه الجون بتاع ناصر منسي ده مش سهل، ما تفكرش خالص، راجل موجه بدماغه. وناصر منسي جميع اهدافه في الدوري ولا جون حظ ولا جون ضربه جزاء، كل اهدافه ملعوبه، اما عرضيه اما كره ملعوبه في الصروف ظهر الدفاع. راجل مركز مجتهد. وهقولها تاني، وهقولها فيديو لقطات باذن الله، ناصر منسي لو اشتغل بدني ممكن يسجل ضعف اللي بيسجله. انا بقول لك اهو، لو بدني بقى جسم زيزو نفس الفت بتاع زيزو، انا بقول لك اهو هيبقى هداف الدوري بفارق كمان. يعني هو كل ده وجسمه كمان مش مساعده. انا بقول لك اهو، هتلاحظ هتلاقيه في اللف في حاجات معينه كده جسمه. انا بقول لك لو ناصر منسي اشتغل ان هو يرفع نفسه اكتر ويبقى فت 6 باكس ويبقى عضلاته جاء، انا بقول لك اهو تفرق معاه جدا. هتشوف، خليك فاكر بس الكلمه دي. لو ادي نصيحه ناصر، لكن ناصر منسي مجتهد وكل حاجه، لكن الراجل لا يا جماعه مركز وبيلعب. الموضوع مش بس اصل بركه هداف دوري يبقى البركه، يعني هو هداف دوري طبعا التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ووجود ناصر منسي لغايه دلوقتي ده التوفيق، كنا بنعمل عنها فيديو لوحده. ولكن هل هو هداف الدوري بالبركه؟ مستحيل. راجل بيسجل اهداف بيمينه وبشماله براسه، بيسجل اهداف حاسمه. انا وجهه نظري الهدف الثاني للزمالك ده هدف حاسم. انا بقول لك لو ما كناش سجلنا في الوقت ده بالذات بالشكل ده كان ممكن انبي يتعادل وتخلص النتيجه 1-1. انا بقول لك اهو، احنا قبلها ما سجلناش حاجه غير بضربه الجزاء، فهدف مهم حاسم ده اللي خلى الهدف الثالث يجي، وخلى المساحات تظهر في ظهر دفاع. MP لو الفيديو عجبك لايك شير سبسكرايب، استنوا بكره لقطات ما حدش بالك منها فيديو بقى. بوم. السلام عليكم.